يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأهل الفريق لدور ال16 لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية بعد الفوز على فريق منتخب السويس بهدف دون مقابل. وسيلتقي النادي الأهلي مع فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال32 لبطولة الدوري العام المصري يوم الخميس القادم 29 يونيو في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن نادي بيراميدز الذي خاض 5 مباريات إضافية، بينما يحتل البنك الأهلي المركز ال11 برصيد 35 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بفوز النادي الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة ال15 لبطولة الدوري العام المصري. ويتبقى للنادي الأهلي 12 نقطة للتتويج ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم، ويمكن للنادي الأهلي حصدها من 4 مباريات قادمة من أصل 9 مباريات متبقية للفريق، حيث ستكون ال4 مباريات القادمة المرتقبة أمام كل من البنك الأهلي وفيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري. ويسعى النادي الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري من أجل حسم اللقب قبل انتهاء البطولة بعدة جولات، خاصة أن النادي الأهلي لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم أي مباراة.